المباراة. هدف من جهة اليسار، علاء محسن يحاول يمر على عملية تمرير خطيرة 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 لنادي القاسم. جول أول لنادي القاسم. سامر محسن يسجل هدف أول في هذه المباراة. نادي القاسم وفرحة الجماهير القليلة لنادي القاسم الحاضرة في ملعب يرتدي اللون الوردي لمرمى فريق. هذه محاولة، هذا كوفي محاولة التعديل ومهند، وهدف تعادل للقوة الجوية. محمد قاسم في أقل من دقيقة الأولى القائم الأيسر والثانية يسجل هدف تعادل للقوة الجوية في مرمى نادي القاسم. محمد قاسم قبل هذه المباراة محاولة تمرير مهند عبد الرحيم، ثاني جول ثاني للقوة الجوية للصقور. مهند عبد الرحيم يأتي بهدف آخر ويسعد جماهير القوة الجوية بهدف ثاني. مهند عبد الرحيم أمام فرحة حمادي أسطورة الصقور. حمادي أسطورة الصقور يصفق لحمادي ويجعل الفرحة لجماهير القوة الجوية. حمادي أحمد. أسماء الفريقين دخلوا إلى الشوط الثاني. بالنسبة لفريق النادي القاسم بعلي جاسم لحراسة المرمى، وأيضا يلعب إسماعيل مالك. وهنا هدف ثالث، جول حمزة عدنان يسجل هدف ثالث للقوة الجوية. هدف ثالث. مهند عبد الرحيم يسجل هدف ثالث ويباغت نادي القاسم. القوة الجوية يسجل هدف ثالث في مرمى نادي القاسم في بداية الشوط الثاني. قبل أن نكمل تشكيلة نادي القاسم، فرحة القوة الجوية يرفع رصيده إلى 9 أهداف. محاولة الآن لصالح نادي القاسم، يحاول على مرمى القوة الجوية. هدف روعة لنادي القاسم. الرد يأتي من نادي القاسم وهدف جميل لنادي القوة الجوية يدرك من خلاله نادي القاسم هدف عن طريق علي شوقي يسكن الكرة في شباك فهد. هذا هو علي شوقي وهدف جميل. معروف اللاعب التونسي مجتبى صالح. عمار جهة اليسار إلى رضا حاكم داخل منطقة الجزاء. علاء يسجل هدف التعادل لنادي القاسم. هدف تعادل لنادي القاسم. علاء محسن يسجل هدف التعادل لنادي القاسم. وفرحة المدرب علاء عبد الجبار. يعود من بعيد نادي القاسم ويدرك التعادل في مرمى القوة الجوية ويسجل هذه المرة عن طريق علاء محسن. إفري أكوا يخسر هذه الكرة. عملية الهجوم لصالح نادي القاسم وعملية التمرير وفهد. محاولة خطيرة. رابع لنادي القاسم. هدف رابع لنادي القاسم. سامر محسن يسجل هدف رابع. نادي القاسم يفاجئ الصقور، يفاجئ القوة الجوية.